كيف نعرف أن البيت عندي مصاب؟ يعني البيت تاعي فيه أمر. من علامات البيت المصاب قلة البركة وقلة الضيوف، كثرة الحشرات في المنزل من النمل والوزغ، الكافار، الزرموميات والفأر. من علامات البيت المصاب أيضا إذا كانوا عندنا فتيات في سن الزواج يهضروا عليهم برا وما يجوهمش للدار، ونلقاو الأجهزة الكهرومنزلية تتحرك بزاف، ونلقاو احتراق المصابيح بكثرة، ونلقاو أيضا منامات مزعجة ومفزعة، ونلقاو ضيق في الصدر داخل البيت وراحة خارج البيت، ونلقاو ضيوف ما يجوناش حتى لو كان نعرضوهم وما يجوش، ونلقاو الماعن وكذا يتكسرونا بزاف من طباسة كيسان أمور هذه قاعد تكسر بزاف، ونلقاو كاين مشاكل في المنزل من أتفه الأسباب. إذا كانوا عندنا 3 علامات من هذه العلامات فالبيت عندنا مصاب. كي نقولوا البيت مصاب ماشي شرط أنه يكون سحر، ممكن مس أو سحر أو عين أو حسد، يشخص الحال. لا البيت تعرف نوع وقوة الإصابة بإذن الله. مع تحية شيخ الراقي أبو تقي الله الجزائري.